السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، أهلا وسهلا بكم بشرح جديد أقدمه لكم عن منظومة ترافيك مونسون من داخل حسابي الخاص. هذا الدرس سنخصصه لشرح المنظومة تطبيقيا لمن لم يحالفه الحظ بمشاهدة الدرس الأول، وهو شرح نظري عن منظومة ترافيك مونسون. الرجاء اتباع الرابط الذي تجدونه في أسفل هذا الفيديو في قسم الديسكريبشن. أيضا رفعت فيديو لدرس يتطرق بشرح كيفية الانضمام في ترافيك مونسون. الرجاء اتباع الخطوات كما هي موضحة في الدرس الثاني. الدرس الأول كما أسلفنا هو درس لشرح منظومة ترافيك مونسون نظريا. سنخصص هذا الدرس لشرح ترافيك مونسون من داخل حسابي الخاص، شرح كيفية متابعة عائدات الباقات للأعضاء المستثمرين في باقات ترافيك مونسون، ما تسمى بالاد باكس. اوكي، سنباشر في الدخول إلى حسابي الخاص. ستضع كلمة المرور الخاصة بك، ومن ثم اسم المستخدم وكلمة المرور، والكود الذي تشاهده في الصورة على اليمين هنا، ومن ثم نضغط على زر Proceed وهو الدخول للحساب الخاص. نلاحظ 10 ثواني هنا تبدأ صفحة دعاية تدخل عليها. هذه الصفحة تسمى اللوجن بيج أو لاندنج بيج، وهي الصفحة التي تظهر في بداية قبل الشروع للدخول إلى الداشبورد، وهي سطح المكتب الخاص بالعضو المسجل في ترافيك مونسون. طبعا على السريع، هذه قيمة هذه الدعاية الذي وضعها هذا الشخص هنا. اشترى هذه الصفحة أو وضع رابط صفحته الخاصة لهذا الموقع لهذه الدعايات. قيمتها باليوم الواحد $35. طبعا لمن يسأل كيف تحصل الشركة على أرباحها، لأن هناك عدة خدمات تسويقية تقوم الشركة بعرضها للأعضاء، وهناك العديد من الأعضاء يقومون بشراء تلك الحملات الترويجية لمواقعهم الشخصية أو التجارية. فمثلا هذا مثال حي، مدة 10 ثواني، تسمى اللاندنج بيج، قيمتها باليوم الواحد $35. نضغط على العموم، نضغط Back to Dashboard نذهب إلى الحساب الشخصي. نذهب إلى Back to Dashboard. هنا نلاحظ في وسط الشاشة هنا التوقيت المحدد للشخص. كما ذكرت سابقا في شرحي في الفيديو الأول، يتطلب على كل عضو، سواء كانت العضوية نوعها فري يوزر هو المستخدم المجاني الذي يقوم بالاشتراك مع ترافيك مونسون للحصول على الروابط النقدية، أو الشخص المستثمر وهو الأكتيف يوزر. فبغض النظر عن نوعية العضوية، طبعا ما يفرق بينهما. أول ما يقدم العضو على شراء عضوية تتغير عضويته من فري يوزر إلى أكتيف يوزر. طبعا ليس هناك أي رسوم للاشتراك أو تحويل العضوية من الفري يوزر إلى أكتيف يوزر. مبدئيا نستطيع أن نقول أن أغلبية الناس يشرع في الدخول في منظومة ترافيك مونسون كفري يوزر، ومن ثم يبدأ يطلع على نوعية الخدمات ويقدم على شراء بعض الباقات، تتحول عضويته تلقائيا إلى أكتيف يوزر. التايمينج هي مرة واحدة فقط كل 24 ساعة. نحن نتحدث طبعا عن 20 ثانية على كل دعاية. هي 10 دعايات فقط مطلوب. ممكن تشاهد أكثر، ليست هناك أي فائدة سوى unassigned credits. لن أتطرق عنها في هذا الشرح، سأتحدث عنها في شرح آخر، وعن الخدمات التسويقية والإعلانية في ترافيك مونسون. هذا الشرح سأخصصه عن شرح عن كيفية متابعة عائدات الباقات الخاصة بالعضو المشترك بترافيك مونسون الذي أقدم على شراء عدد معين من الباقات. بغض النظر إذا كان العضو مجاني أو كان العضو أكتيف يوزر، التايمر
يجب أن يكون على العضو يعني يجب أن يكون العضو مؤهل في ذلك اليوم للحصول على روابط النقدية إذا كان فري يوزر، أو للحصول على عائدات الباقات الذي قام بشرائها في ترافيك مونسون. إذا كان اللون هنا في وسط الشاشة باللون الأخضر، يعني ذلك في حسابي الخاص الآن مطلوب مني أن أشاهد 10 دعايات إلى يوم غد، تاريخ اليوم. إذا نشاهد تاريخ اليوم، تاريخ اليوم هو 9، دخلنا بعد الساعة 12 الآن، التاريخ 9 من يونيو 2015. فنشاهد هنا أن الوقت المحدد لي، الوقت الذي ستنتهي به وقت التأهيل للحصول على العائدات هو 10:49 AM بتوقيت غرينتش. يعني ذلك أنني مطالب بمشاهدة 10 دعايات قبل الوصول لهذا الوقت، حتى استمر في الحصول على العائدات الباقات التي قمت بشرائها في ترافيك مونسون. فالوقت المحدد هنا 10:49 AM الصباح بتوقيت غرينتش. من وقتنا هذا، من وقت هذا الفيديو الى الوقت المحدد هنا يتبقى معي 11 ساعة و39 minutes الى هذه اللحظة. فهناك متسع من الوقت طبعا لأن اتصفح ل10 دعايات. اذا عدى الوقت المحدد هنا، ستتحول لون التأهيل هنا، لون الساعة إلى التوقيت إلى اللون الأحمر. حينما يدخل العضو، عادة حينما يسجل العضو ويدخل أول مرة سيكون باللون الأحمر لأنه لم يتصفح على 10 دعايات بعد، فلهذا لن تشاهد أي من الروابط النقدية التي تشاهدونها هنا في وسط هذه الشاشة أسفل التوقيت. هذه دعايات يستطيع أي عضو فري يوزر من دون أن يستثمر بالباقات للحصول عليها، والبدء في الحصول على قيمة هذه الدعايات، وذلك بالتصفح على 10 دعايات للوصول إلى مرحلة التأهيل. إذا كنت غير مؤهل فلن تشاهد أي من هذه الخيارات التي تشاهدونها هنا في وسط الشاشة. لتصفح 10 دعايات تضغط على الزر الأحمر هنا Start Serving 1:1 ratio 20 second each adverts، 20 ثانية لكل adverts، أو بالضغط على هذا الزر Start Serving. نلاحظ هنا نوعية عضويتي هنا، هذا أنا status active member، لأن هناك معي باقات قمت بشرائها بترافيك مونسون. الفري يوزرز بيلاحظ هنا أن نوعية الستيتس، نوعية العضوية في ترافيك مونسون هي فري. اللي يختلف ما بين الفري يوزر والاكتف ممبر، طبعا الستارت سيرفنج بيكون الفري يوزر 2:1 سيرف ريشيو. لا نتحدث عن هذه في هذا الفيديو، ولكن سأتحدث عنها لاحقا. على العموم سنشاهد سأخوض بالاطلاع على دعايتين حاليا لمشاهدة ما هي المهمة التي متوقع أو يتطلب الشخص القيام بها يوميا مرة واحدة كل 24 ساعة. لا من الصعب أن تجد شخص يستخدم الإنترنت يقول لك ليس هناك لي متسع من الوقت لتصفح الدعايات، لأن الدعايات قد تتصفحها في أي وقت مناسب لك، صباحا على الإفطار، في الظهر، في العصر، بعد العمل، بعد الدراسة، قبل النوم، متى ما شئت. كلما شاهدت 10 دعايات تقوم هناك إعادة توقيت التايمر، فهناك تحصل على 24 ساعة مجددا. فإذا كان بقي من الوقت 11 ساعة حتى تتم مهمة التصفح على 10 دعايات، إذا قمت بتصفحها الآن أنت غير مطالب بالانتظار 11 ساعة، أنت تستطيع تتصفح الآن. ستقوم الساعة بتصفير الوقت وإعادتها لمدة 24 ساعة. طبعا هي ليست 24 ساعة، 23 ساعة و50 دقيقة. يعطيك ترافيك مونسون قرابة 10 دقائق للتصفح 10 دعايات. فهنا هذه الدعاية الأولى ظهرت لمدة 20 ثانية، كنت أتحدث معكم طبعا الآن. تضغط على الصورة المتشابهة Identical Pictures، فأضغط على هنا، شاهدت الدعاية الأولى، نضغط على Next Site بالزر الأخضر،
نلاحظ أنه هناك يقول لي في هذه الجملة you have clicked one ads this session، أي يعني تصفحت دعاية واحدة وما تبقى هو 9 دعايات. بهذه البساطة 20 ثانية لكل دعاية. الآن إذا شاهدت 9 دعايات سأستطيع تصفير الوقت من الوقت هذا، ولكن يمكن القيام به لاحقا. فلن أقوم بتصفح جميع الدعايات، فأعطيت فقط سأتطرق لشرح لإعطاء مثال فقط لدعايتين. فهذه الصورة المتطابقة مع هذه نضغط عليها، ومن ثم شاهدت الآن صفحتين من الحملات الإعلانية التي أقدم عليها الأعضاء أو بعض المستخدمين بشراء بعض الحملات التجارية لتسويق مواقعهم الشخصية في ترافيك مونسون. طبعا شاهدت الآن دعايتين. سأضغط على باك تو اكاونت، لن أكمل ال10 دعايات، أعطيتكم مثال فقط. ما زال وقتي 11 ساعة. لو تصفحت 10 دعايات ستعيد التايم وبريست، سيتم إعادة تشغيلها لمدة 23 ساعة و50 دقيقة. طبعا يعطوكم مثل ما ذكرت 10 دقائق مهلة لتصفحوا ال10 دعايات. إذن عودة مجددا هنا إلى قسم الروابط النقدية. هذه الروابط النقدية كل رابط نقدي له قيمة معينة وله له وقت محدد. أي ال1 سنت ستشاهد دعاية لمدة 30 ثانية. 0.005 سنت مدتها أقل من السنت، لأن هذه أعلى قيمتها، وهذه مدة أقل أيضا من 0.001 مدتها أقل من 0.005 وما شابه. وهناك أيضا أحيانا تظهر 2 سنت، وتظهر هذه الروابط النقدية طوال اليوم على حسب شراء الأعضاء لتلك الحملات الترويجية عن طريق الكاش لينكس، ولن أتطرق عنها بشكل مكثف في هذا الشرح. نشاهد الآن الأكاونت بالانس. طبعا عدد الباقات الموجودة في حسابي كما تشاهدون المفعلة 200 وأكثر من 200 باقة، 222 باقة حاليا. كما شرحت في الفيديو الأول، كل باقة بقيمة $50 ستولد لك $1 باليوم الواحد. أي يعني تسمى كل باقة حينما تقوم بشراء باقة تدخل في هذا البوكس، وهو بوكس الأكتيف شيرنج بوزيشن، مثل ما تقول كأنه سهم. Active Sharing Position. لو كان معك هناك باقة سيظهر هنا رقم 1. إن كانت معك 10 باقات سيظهر هنا رقم 10. هنا معي 222 باقة مفعلة Active Sharing Position. نلاحظ هنا عدد التوتال شيرنج بوزيشن 299 وهو رقم أكثر من 222، لأن هناك عندي باقات انتهت وصلت إلى مرحلة ما تسمى نقطة Position Maximum، وهي المرحلة الحد الأقصى للباقة، وهو $55. حينما تصل الباقة بحصد $55، اشتريتها أنت $50، أنت تشتري الباقة بالمناسبة لترويج موقع ما شخصي، فأنت تحصل على 1000 زائر حملة أنت تشتري بقيمة هذه، ولكن الشركة تعطي لك الفرصة منفذ بشغلك بعملك الخاص، تتصفح 10 دعايات، تكون مؤهل، التوقيت يكون باللون الأخضر، ستحصل على $1 هنا في هذا القسم. طبعا إذا قلنا مثلا العائدات ستظهر كل ساعة، يعني لو دخلت الآن الساعة 7 مساء مثلا ودخلت بعد الساعة 8 ستشاهد المبلغ ارتفع. فالريفينيوز الديلي ريفينيوز هي ليست بنهاية 24 ساعة، ولكن ستشاهد حسابك بارتفاع كل ساعة، في كل ساعة سيكون المبلغ هنا مرتفع. هذا فقط من ناحية شخص يدخل بعدد باقات يستثمر بها ويطلع على 10 دعايات، أو قد ربما يفكر بشراء بعض الحملات التسويقية اللي سنتحدث عن هذه الخدمات لاحقا في فيديو خاص لها. فهنا 222 باقة معي في حسابي الخاص إلى يومنا هذا، يعني ذلك أن باليوم الواحد حسابي يصل بغضون 24 ساعة إلى $222 يوميا.
هذا الرقم إذا كان هناك 20 باقة هنا معك، كل على حسب إمكانياته. يعني إذا الواحد دخل ب5 باقات فسيحصل في اليوم الواحد على 5 دولار. سيحصل $5، وهي نسبة تتكلم ب55 يوم، تتحدث عن 10%. نعم، باي بال أو سوليد تراست أو بايزا يأخذ نسبة 2%، وهذه خدمة الباي بال كما هو الحال في ويسترن يونيون حينما نقوم بتحويل مبلغ من دولة إلى دولة أخرى. هذه البنوك لها يعني رسوم لاستخدام خدماتها، ف2% يأخذها الباي بال عن أي مبلغ يقوم. فأنت تحصل الربح الصافي هو 8% مما تضعه، 8% في غضون 55 يوم بشكل شرعي وحلال. يعني يعتبر مبلغ لا يستهان فيه. هي طبعا إن كان المبلغ قليل فستكون العائدات على حسب المبلغ، يعني كما هو الحال إذا واحد أقدم على شراء أسهم في شركة معينة، صاحب 5 أسهم لن يكون عائداته بنفس عائدات الشخص المقدم على شراء 200 سهم وما شابه. فكلما زادت عدد الأسهم كلما كانت العائدات بشكل أكثر. طبعا هنا لا نسميها أسهم، بل هنا نسميها ADPACs، لها مصطلح الADPACs وهو الباقة التسويقية، أو تسمى أيضا هنا في المصطلح المتداول فيه في Traffic Exchange Industry Active Sharing Position. Active Sharing هو موقع الباقة من عائداتها اليوميا. $22 $222 يوميا يحدث هنا. إذا السؤال هو لماذا حسابي أكثر من $222؟ هنا لم أغلق ال24 ساعة بالمناسبة، هذا الرقم الآن لم أغلق ال24 ساعة، وصل أكثر من هذا العدد. السبب في ذلك أن هناك معي أعضاء في فريقي يقدمون على شراء باقات، وقلنا كما شرحنا في الفيديو الأول على كل باقة يقدم بها عضو من فريقك بشرائها أو بمراكمتها، وسأشرح لاحقا ما هي المراكمة، ستحصل على 10% من هذا الاستثمار، $50. 10% من $50 هي $5 على كل باقة. ليس فقط أول مرة يقدم على شراء الباقات، ولكن كل ما يضع الباقات في السيستم بمراكمتها. يعني حينما تصل الباقة إلى $55 قد يقول الشخص أريد سحبها والخروج والحصول على أرباحي والخروج من المنظومة، أو يكون بعض الأشخاص يسحب الربح ويستمر في إعادة وضع الباقة مجددا داخل حساب الترافيك مونسون. كل مرة يقدم الشخص على المراكمة ستحصل أنت على $5. الفري يوزرز، بالنسبة للفري يوزرز تحصل على 100% من عائدات الروابط النقدية التي يقدم الأعضاء فريقك بجمعها. فإذا كانت معدل تقريبا 5 سنت إلى 10 سنت باليوم على كل عضو، يعني لو كان معك 20 عضو 30 عضو مسجل مجاني، ستحصل على كل عضو قام بجمع قيمة الروابط النقدية ستحصل 100% مما أقدم. فإذا أقدم فلان على إدخال أحمد وسعيد وقام كل منهما على جمع 10 سنت باليوم الواحد، ستحصل على 20 سنت تلقائيا، 10 سنت على كل شخص. فلك أن تتخيل لو كان معك 20 شخص 30 40 50، وما هو المانع في ترويج المنظومة لضم أعضاء من أقاربك وأصدقائك ضمن منظومة الفري يوزر، وأنت ستروج الفكرة لهم بحيث يقومون بنقل الفكرة ذاتها كما شرحتها لكم للمقربين لهم من الأصدقاء والأقارب وما شابه. فكلما استطاع الشخص ضم كثير من الأعضاء كلما زادت عدد عائداته. هذه طبعا نتحدث عنها من ريفيرال كاش لينكس اللي هنا تجدونها في هذه الخانة. لن نتطرق أكثر عن الريفيرال لينكس، سأخصص لها درس خاص، ولكن هنا سأتحدث عن العائدات. هنا العائدات طبعا وصلت إلى 309. إذا جلسنا كمان ساعة ستجدونها ترتفع. بالساعة الواحدة قيمة العائدات لي بالنسبة لي بحكم أن معي الآن فوق 200 باقة، إذا وجدنا في الآلة الحاسبة 222 قسمناها على 24 ساعة باليوم، ففي الساعة الواحدة فقط من باقاتي أحصل على $9.25 9.25. فهذه بالساعة. فكلما زادت عدد الباقات كلما، فالشخص اللي
مثلا معه 300 باقة نقسمها على 24، فستكون عائداته بالساعة الواحدة 12 دولار ونصف كل ساعة، في كل ساعة طوال اليوم في 24 ساعة. إذا كان الشخص مثلا معه نفترض 10 باقات تقسيم 24 ساعة، فستكون عائداته بالساعة الواحدة 0.41 سنت. اوكي، ناو في الجهة اليسرى للحساب للداشبورد الخاص بالعضو المسجل، كما ذكرنا هنا نوعية العضوية. إذا اشتريت باقة تتحول عضويتك تلقائيا من الفري يوزر إلى الأكتيف يوزر. القسم اللي نريد أن مشاهدته هو ماي شير ان بوزيشن. نحن نتحدث ماي شير وهي الأسهم، الباقات. هنا في رابطين تحت هذا العنوان الرئيسي ماي شير ان بوزيشن، اكتيف اند كلوز. اكتيف المفعلة. ما الذي تعني ما الذي نقصده بالمفعلة؟ وهي التي ما زالت تحصل على العائدات بشكل يومي. نحن كما أسلفنا أن كل باقة يجب أن تحصل على 55 دولار قبل أن تغلق وتصبح في الكلوز. فمثلا قد يكون الآن رقمي 222، غدا قد تنقص باقة فتصبح 221، لأن هذه الباقة وصلت إلى الحد الأقصى من الحصول على العائدات، وهي 55 دولار. فنشاهد هنا الأكتف. أذهب إلى الأكتف. على سبيل المثال في تاريخ 19 إبريل، في هذا الوقت يحدد كل باقة تشتريها يقوم ترافيك مونسون بتسجيلها في حسابك الخاص. منذ بدايتك، من أول يوم تستطيع متابعة كل باقة اشتريتها، سواء كانت closed مغلقة أو كانت active مفعلة. فهنا المفعلة 19th of April ما زالت مفعلة إلى يومنا هذا، حصلت على 54 دولار فاصلة 43193. حتى الرقم العشري هنا يصل إلى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الرقم دقيق للغاية. تستطيع متابعة حصول العائدات لكل باقة من الأكتف. رابط الأكتف هنا كما تشاهدون. فأعلم الآن أن هذه الباقة بقي لها تقريبا يعني نصف يوم وستغلق، فستتحول هذه الباقة من قسم المفعل، من قائمة الباقات المفعلة، إلى قسم الباقات المغلقة وهي الكلوزد. فإذا ذهبت إلى الكلوز مثلا سنجد أن كل باقة تم يحدد التاريخ اللي قمت بشرائها مع الوقت، والمبلغ التي حصدته تلك الباقة في غضون المدة المطروحة 55 دولار. حاليا في هذه الأيام نحصل على 55 دولار بمعدل 52 إلى 53 يوم. ماذا يعني ذلك؟ ارتفاع أرباح الشركة بشكل يعني كبير. كلما زادت أرباح الشركة كلما حصلت على الأرباح بشكل أسرع. فيعني نحن ذكرنا أنك تحصل على 8% في غضون 55 يوم. في الوقت الراهن تحصل على 8% ربح صافي في غضون 52 إلى 53 يوم. وهذا يعني شيء مشجع أكثر طبعا للمستثمرين، لأن الحصول على العائدات يكون بوقت أسرع. بس نحن دائما نشرحها، يعني أشرحها أنا شخصيا لأعضاء فريقي على نمط 55 يوم، وهو الحد الأقصى لكل باقة. إذن هذا في قسم الأكتف. إذا ذهبت إلى آخر صفحة هنا لمشاهدة الباقات التي قمت بمراكمتها بشرائها مرة وضعها من جديد في المنظومة، نلاحظ اليوم في تاريخ 18 عفوا أنا في قسم الكلوز. سأذهب إلى الباقات المفعلة ومن ثم أذهب إلى الصفحة الأخيرة هنا نشاهد آخر الباقات بتاريخ 8 اليوم 8 جون 2015. اشتريت في بعد منتصف الليل باقتين، فراكمت هناك باقتين. هنا الشخص الذي ضمني في فريقه حصل على 10 دولار. أنا باليوم الواحد حاليا بالوضع الراهن أراكم ما لا يقل عن 4 باقات باليوم الواحد، ما لا يقل. يعني إذا ذهبنا إلى اليوم السابق
وهو 7 جون، نلاحظ هنا 1 2 3 4 5 6 7 7 باقات قمت بشرائها بهذا اليوم في 7 جون. 7 ضرب 5 دولار حصل الشخص الذي أنا منضم في فريقه بقيمة 35 دولار. الله يعطيه إن شاء الله المزيد من الربح. 35 دولار فقط في 7 جون. إذا شاهدنا 6 جون 1 2 3 4 5 5 باقات، 5 في 5 هذه 25 دولار حصل عليها. في 5 جون 1 2 3 4 5 برضو 25 دولار وما شابه. في كل مرة أقدم على مراكمة الباقة ستحصل على 5 دولار. هذا الشخص الآن يحصل على كل باقة تشاهدونها هنا 5 دولار. وهنا تصبح الأرباح طبعا بشكل يعني سريع للغاية، أرقام يعني التقيت في أعضاء أيضا يعني عائداتهم تصل باليوم الواحد إلى ما شاء الله تبارك الرحمن إلى 400 500 600، حتى تصل بعضهم إلى 1000 1500 دولار باليوم الواحد. البعض منهم بدأ بباقات قليلة وبدأ يستثمر ويضعها في السيستم وشكل فريق. باختصار يشرح منظومة الاستثمار في الباقات والترويج للحملات الإعلانية. لا ننسى اخواني الكرام ان هناك العديد من الاعضاء من يقوموا بالانضمام في ترافيك مونسون للترويج لمواقعهم التجارية والشخصية، فهو يروج وفي نفس الوقت يحصل على تلك العائدات. الآن سأعطي مثال، سأرجع إلى ماي أكاونت وهو حساب الخاص. نلاحظ هنا المبلغ ارتفع. إذا كان بعضكم يذكر في بداية الفيديو كان 309 دولار، الآن وصل إلى 329 يعني وأنا أسجل هذا الفيديو، وهي في ارتفاع دائم. فسأقوم بسحب يعني نقول راتبي، تقريبا راتبي اليومي يتراوح ما لا يقل عن 50 دولار. هذا الراتب اليومي اللي أحصل عليه من الأرباح، 50 يصل إلى 100 دولار باليوم الواحد. فسأذهب إلى ويدرو. هنا سأعطي لكم دليل يظهر لكم طريقة السحب، وسأدخل على حسابي في الباي بال. سيستغرق ما بين 30 ثانية إلى دقيقة، وسترون المبلغ في حسابي الخاص في الباي بال. هذا دليل لبعض الأعضاء اللي غير متأكد. فسأحدد المبلغ هنا، سأسحب 100 دولار وسأضع الترانزاكشن بين. لمن لم يشاهد الفيديو رقم 2 في شرحي، تطرقت عن الويدرول كود وهو ترانزاكشن بين، وذكرت في الفيديو يعني ركزت على نقطة يجب على الأعضاء أثناء التسجيل تدوين أو أخذ نوتة معينة عن الرقم الذي قاموا باختياره في حسابهم الخاص، وهو الرقم الذي ستحتاجه فقط أثناء سحب مال من ترافيك مونسون، سواء سحب ربح معين أو سحب مبلغ معين من ترافيك مونسون. سيطلب منك ترافيك مونسون وضع هذا الرقم. سأضع رقمي الخاص ومن ثم سأضغط على بروسيس. هنا باي بال سيأخذ نسبة 2%، لا مانع في ذلك، فحصلت على العديد من الأرباح. فهذه خدمة 2%، هي 10% تحصل من ترافيك مونسون، 2% يأخذها رسوم التحويل، رسوم باي بال. وجميع البنوك عادة تتعامل بهذا النمط أثناء تحويل المبالغ من حساب إلى حساب آخر. فهنا نشاهد، نضغط إلى ماي أكاونت، عودة إلى ماي أكاونت. نشاهد أن المبلغ الآن كان 329، نقص 100 دولار لأني قمت بسحب 100 دولار إلى حسابي في الباي بال. فهنا وصل إلى 229. سأقوم الآن بمراكمة 4 باقات بقيمة 400 دولار معي، عفوا بقيمة 200 دولار. كل باقة قلنا 50 دولار قيمتها. سأقوم بمراكمتنا. راكمته في الصباح بعد منتصف الليل، يعني نقول الفجر، قبل صلاة الفجر بقليل. راكمت حوالي باقتين في صباح هذا اليوم. الآن سأقدم على مراكمة 4 باقات أخرى بقيمة 200 دولار، الباقة ب50 دولار، إذن 4 باقات. إذن في هذا اليوم سأكون راكمت، يعني سأقدم على مراكمة 6 باقات توتال، يعني 6 في 5 30 دولار سيحصلها العضو المنضم أنا شخصيا في فريقه.
الله يفتح عليه إن شاء الله. فسأضغط على قسم ال 20 pay per click 20 PPC 1000 Traffic Exchange Credits. ومن ثم طبعا هناك عدة حملات ترويجية لي أقوم بترويجها في ترافيك مونسون. سأضعها في هذه الحملة. هنا سأضغط على Buy at Pack وسأحدد عدد الباقات 4 باقات هنا. سأقول اسحب قيمة ال4 باقات من حسابي الخاص في ترافيك مونسون. أول مرة تقدم على شراء الباقات من الباي بال أو من السوليد تروست أو من البيزا ستختار الخيار على حسب البنك الذي قمت بالتسجيل معه، ومن ثم تقوم بتحويل المبلغ من بيزا أو باي بال أو سوليد تروست إلى ترافيك مونسون بعدد الباقات التي قمت بتحديدها هنا. فإذا كنت تريد شراء 10 باقات تحدد 10، ومن ثم تختار مثلا باي بال وتضغط على بريفيو لمشاهدة السعر، لأن هناك في نسبة تحويل أيضا 3.9 وهي أول مرة فقط نسبة تحويل يأخذها رسوم الباي بال أو بيزا أو سوليد تروست. هنا طبعا سأضغط على 4 باقات عودة مجددا. هنا سأختار ماي اكاونت بالانس لأن هناك معي مبلغ في ترافيك مونسون وهو العائدات اليومية اللي أحصل عليها. سأختار هذا الخيار لن تشاهده إذا لم يصل الاكاونت بالانس الخاص بك إلى $50 وما أعلى. فإن لم تكن لك إن لم يكن في حسابك قيمة الباقة الواحدة فلن تجد هذا الخيار وهو الخيار الأول. سأضغط على الخيار الأول ومن ثم أضغط على بريفيو. سيقول لي أن قيمة ال4 باقات الآن هي $200. سأضغط على Pay Now. الآن يقول لي Thank you, the payment has been successfully registered، أي يعني تم أخذ المبلغ من حسابي الخاص. الآن الشخص الذي قام بشراء الباقات يحصل على إيميل فورا لتأكيد هذا شراء ال4 باقات بقيمة $200. والشخص المنضم الذي يكون الذي تكون أنت منضم في فريقه يستلم إيميل يبلغه أنه حصل على $5 على كل باقة قمت بمراكمتها. الآن أعمل عملية المراكمة. ما هي المراكمة؟ باختصار إذا شبهتها بمشروع آخر مثلا مشروع محل سوبر ماركت، حينما يقدم التاجر بشراء بضاعة وبيعها والحصول على عائداتها وأرباحها، لا يقدم عادة المبتدئ في مشروع معين لا يقدم على استخدام تلك الأرباح، بل يعيدها في وضعها في المحل لأغراض معينة قد تكون لأسباب توسعة المشروع، شراء بضاعة أكبر، مما يعني يعطي له الفرصة لتوليد أرباح أكثر. وهذه هي العملية في ترافيك مونسون، هي الحصول على الأرباح والعائدات ووضعها مجددا في ترافيك مونسون، وهي المراكمة تسمى الكومباوندينج. you compound the at pack وهي الاكتف شيرنج بوزيشن الى حساب الترافيك مونسون. اضغط على ماي اكاونت. الان سنلاحظ ان قيمة $200 سحبت من حساب الاكاونت بالانس. ما تبقى عندي الان هو $29.29. نلاحظ الان هناك قفز الاكتف شيرنج بوزيشن تلقائيا من 222 إلى 226 سهم أو باقة أتباك. خلونا نتعود على مصطلح المتداول فيه في ترافيك اكسشينج وهي الأكتيف شيرنج بوزيشن. معي 200 يعني في من 24 ساعة الآن من هذا الوقت إلى يوم غد سيكون في حسابي ما لا يقل عن $226 يوميا. نتحدث يوميا، وكلما هذا الرقم ارتفع كلما كانت هناك الأرباح التي تحصل عليها تولد لك على باقات جديدة تسرع من تلك الأرباح. وطبعا أنا عادة أقول للأعضاء ستراكم لمدة معينة، ومن ثم ستبدأ تخصص لك مبلغ معين ستكون تسحبه. دلع نفسك يعني، اسحب راتب أسبوعي شهري وما شابه. وهي من أحد الأشياء التي أقوم بها مع أعضاء فريقي هي توجيههم أثناء المراكمة، طبعا على حسب على كل سيناريو لكل عضو يختلف على حسب الإمكانية التي دخل بها هذا العضو أينما كان من أي دولة. فعادة لمن له الرغبة في الانضمام في فريق إن شاء الله سيجد هذه المساعدة بشكل مستمر
سنكون متواصلين عن طريق البرامج التواصل الاجتماعي، بالصوت، بالصورة. استخدم برامج الريموت، التحكم بالكمبيوتر لشرحها في حساب الشخص، حتى يعني يفهم المنظومة بالشكل السليم، وييسر على الشخص أيضا شرحها لأصدقائه وأقاربه، وتشكيل فريق، مما سيزيد من من قيمة أرباحه في ترافيك مونسون. بهذه البساطة باختصار تتصفح 10 دعايات وستكون مؤهل. الوقت هنا سيكون مؤهل. ما دمت أنت مؤهل ستحصل على العائدات. هناك بعض الأسئلة التي السؤال مكرر دائما استقبله من كثير من الأعضاء، وهو يعني ما الذي يحدث إذا أضعت يوم أو يومين أو ما شابه؟ لا تضيع العائدات، لن تضيع عليك العائدات، ولكن لن تحصل عليها في ذلك اليوم. طيب يمكن يسألني واحد يقول لي إذا كانت الباقة مدتها $55، نحن نقول $55 إذا كنت دائما ملتزم بتصفح ال10 دعايات بالشكل يومي، فبهذه الحالة ستحصل على العائدات بشكل يومي تلقائي. ولكن إذا أضعت 6 ساعات ستتأخر العائدات لمدة 6 ساعات حينما تستأنف في تصفح ال10 دعايات من الخيار الأحمر هنا في أعلى الصفحة، فستحصل عليها. لن تغلق أي باقة حتى لو وصلت إلى اليوم 60 إذا الباقة لم تحصد. وهذا الرابط من الروابط المهمة التي يعني أنصح جميع الأعضاء الأكتيف ممبرز أن يكون دائما يذهب إلى الأكتيف، قسم صفحة الأكتيف، للاطلاع على القيمة التي جمعته كل باقة إلى يومنا هذا. مثلا هذه الباقة التي اشتريتها في 4 جون حصلت لي على $4، يعني أعرف أن تقريبا تبقى لي 51 يوم حتى تغلق هذه الباقة. يعني هذه الصفحة يعني مفيدة للغاية، لأنك تستطيع تكهن وتوقع متى تنتهي هذه الباقة. لن تغلق أي باقة حتى تصل إلى الحد الأقصى من عائداتها، وهو $55 البوزيشن ماكسيمم. نعود مجددا ماي اكاونت. طبعا نذهب الآن إلى الويذدرول هيستوري. سنجد في أسفل آخر صفحة مثلا، نذهب إلى هنا في هذا التاريخ 8 جون 2015. نلاحظ هنا أني سحبت $100 أمامكم هنا في الفيديو. وصل هذا المبلغ، سحبت منها طبعا 2%، وهي $2 من $100. هذه أخذتها طبعا الباي بال، رسوم الباي بال. فالآن سأذهب إلى الباي بال للتأكد أن المبلغ تم استلامه. فسأذهب إلى الباي بال هنا، سأقوم بالدخول على حسابي الخاص، لوجن. ومن ثم الدخول على الباي بال. نلاحظ هنا بهذا التاريخ 8 جون ترافيك مونسون payment received $98. اوكي، وهي طبعا $100 ناقص 2%. فكل الحسابات اللي آتية payment received traffic monsoon traffic monsoon traffic monsoon traffic monsoon، وهي المبالغ يعني سميها الراتب الذي يقوم بسحبها بشكل يومي أو مرة كل يومين وما شابه. وصلت لحد معين أستطيع سحب هذا المبلغ والمراكمة في آن واحد. مثل ما ذكرت سابقا، أراكم ما لا يقل عن 5 باقات باليوم الواحد. وصلت إلى هذه الحد. إذا كان الشخص معه 50 باقة سيستطيع مراكمة باقة كل يوم. فحينما تبدأ ب50 باقة، معنى ذلك أن في اليوم الواحد عائداتك ستصل إلى $50، وهي قيمة الباقة الواحدة. فستقوم بمراكمة هذه الباقة مجددا ووضعها في الترافيك مونسون. هذا باختصار دليل قاطع الآن عن عن العائدات التي يحصل عليها الشخص في ترافيك مونسون. هنا وصلت أيضا، ارتفعت العائدات. أستطيع الآن شراء باقة مجددا، وأثناء ما أنا جالس أتحدث طبعا سأذهب وأضعها في هذه الحملة باي @pack. سأختار هنا رقم 1 وسأحدد مثل ما ذكرت، إذا كان حسابك لكان بس رصيدك في ترافيك مونسون أكثر من $50 $50 وأكثر،
سيظهر لك هذا الخيار from my account balance preview. نلاحظ حينما تقوم بمراكمة الباقة من الاكونت بالانس ليست هناك لها اي رسوم عمولة، لأنك لا تقوم بدفع قيمة هذه الباقة من الباي بال أو سوليد تروست أو أحد البنوك المصرفية الأخرى، بل تقوم بشراء الباقة من رصيد حسابك الشخصي في ترافيك مونسون. سأضغط الآن على باي ناو. الآن سيحصل زميلي العضو المنضم أنا معه في فريقه على $5 تلقائيا. سيستلم إيميل الآن وسيحصل على $5. فهنا طبعا دليل ذكرنا طبعا في هذا الشرح كيفية يعني شاهدتم الحصول على العائدات نقصت الآن من 54 إلى $4 لأنني قمت بشراء باقة. أذهب إلى الأكتف وهي الشيرنج بوزيشن المفعلة. إذا ذهبنا إلى آخر صفحة الآن سنلاحظ أني أقدمت على شراء 1 2 3 4 5 6 7 باقات بيوم واحد. سيحصل الشخص المنضم أنا في فريقه على $35. هذا في اليوم الواحد. اليوم حصلوا ولله الحمد. أيضا شاهدنا هنا دليل على الويدرول هيستوري. طبعا هنا كل سحب تقوم بإخراجه من ترافيك مونسون إلى البنك المسجل معه سيظهر هنا في هذه القائمة. عفوا أنا في الويدرول هيستوري البالانس هيستوري عفوا. سنلاحظ هنا في أحد البالانس هيستوري طبعا يحدد كل شيء تحصل عليه من كل عضو وأي عملية ترانزاكشن لشراء أي باقة. فأريد مثلا أعطيك مثال. هنا هذا الشخص في هذا التاريخ حصلت منه على $20 لأنه أقدم على مراكمة 4 باقات أو شراء 4 باقات. فهذه القيمة حصلت عليها مثلا في هذا التاريخ في هذا اليوم. وكلما أقدم أي شخص على المراكمة ستحصل على 10%. أو أي خدمة يقوم بشرائها من ترافيك مونسون. هناك عدة خدمات أخرى بسعر يعني أقل من هذا ستحصل على 10% مما قام الشخص بشرائه، وهي عمولة العضو المنضم بفريقك، وستظهر تلقائيا في حسابك. الآن لو أقدم أي عضو من فريقي حاليا بشراء أي باقة ستظهر هنا $5 فوق $4 فتصبح 9. إذا قام بشراء باقتين أو مراكمة باقتين سيزداد رصيد حسابي إلى $10 مرتفعا. ولكن الآن عدد الباقات المفعلة إلى يومنا هذا هو 227 باقة، أي يعني بقيمة في غضون 24 ساعة بإذن الله تعالى سيكون رصيد حسابي هنا $227. هذا يعني نظرة عملية لحسابي الخاص. شاهدتم في الفيديو الأول الشرح النظري. الفيديو الثاني تطرقت فيه كيفية الانضمام، وهنا تطرقت فيه عن الأدلة الذي يستطيع أي عضو مشاهدتها من ناحية الحصول على العائدات والحصول على العمولات من أعضاء الفريق وكيفية المراكمة داخل الحساب. هذه نظرة سريعة عن الحساب. سأضع فيديوهات أخرى سأشرح بها الروابط النقدية، يعني سأتطرق بشرح أعمق عن البالانس هيستوري وبعض الروابط الموجودة هنا أعلى. أي استفسار أي سؤال تواصلوا معي عن طريق الفيسبوك. اضغط على رابط الفيسبوك الخاص بي واكتب لي رسالة خاصة، أو عن طريق الواتساب أو عن طريق السكايب. كل المعلومات تجدونها في أسفل هذا الفيديو. أنصح الجميع أن يتابع الفيديو رقم 2 وهو شرح كيفية الانضمام. اتبع الخطوات بالشكل السليم. الرجاء إذا كنت تريد الانضمام إلى فريقي تأكد أنك ستحصل على مساعدتي الشخصية بشكل مستمر إن شاء الله. كيفية الترويج، كيفية عرض الخدمات. لا ننسى محور عرض الخدمات الإعلانية والترويجية لأصحاب المواقع التجارية. فقد يكون هناك بعض من الأشخاص الذين لهم الرغبة بشراء العديد من تلك الخدمات، وسنتطرق عليها إن شاء الله لاحقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم مصطفى المفلحي من بريطانيا.